في 3 مواسم بس زين الدين زيدان حقق 9 بطولات كاملة مع ريال مدريد. الأهم 3 دوري أبطال أوروبا ورا بعض، حاجة كانت شبه مستحيلة في الكرة الحديثة. طب إزاي مدرب لسه بيبدأ عمل المستحيل ده؟ الحكاية بدأت قبلها بكتير قوي. القصة بدأت من أيام الجالاكتيكوس وفترة المعاناة لحد ما أنشيلوتي جاب العشرة المنتظرة. لكن في ريال مدريد لو ما كسبتش كل حاجة يبقى الموسم فاشل، فأنشيلوتي مشي. جه بعده رافا بينيتز والفريق دخل في أزمة كبيرة، نجوم كبار بس مفيش روح. واللي زاد الطين بلة خسارة مذلة 4-0 من برشلونة في البرنابيو. والأغرب من كده الفريق خرج من الكاس بسبب خطأ إداري ساذج، فضيحة يعني. في يناير 2016 جه المنقذ زيدان، أسطورة بس بدون أي خبرة تدريبية كبيرة. أول حاجة عملها كانت بسيطة وعبقرية، ثبت كاسيميرو في نص الملعب فالفريق اتزم. والنتيجة في 5 شهور بس الفريق اتحول من فريق منهار لبطل أوروبا. الكل كان بيقول إنها ضربة حظ، بس زيدان كان عنده رأي تاني خالص. الفريق رد في الملعب بسلسلة 40 ماتش من غير ولا هزيمة، سيطرة كاملة. والأول مرة في التاريخ الحديث فريق بيكسب دوري الأبطال مرتين ورا بعض، ثنائية تاريخية. بس الموسم اللي بعده كان الأصعب. في الدوري كانوا سيئين جدا، بعاد عن برشلونة ب17 نقطة. لكن في أوروبا الموضوع كان مختلف، كأنهم فريق تاني خالص. طريقهم للنهائي كان جحيم. وفي ماتش يوفنتوس كريستيانو سجل واحد من أجمل أهداف التاريخ، هدف خلى جمهور تورينو يسقف له. النهائي ضد ليفربول كان قصة لوحده، إصابة صلاح، أخطاء كاريوس الكارثية، وجنون بيل. وفي النهاية ريال مدريد عمل المستحيل، دوري الأبطال للمرة الثالثة على التوالي. الفريق ده كان أسطوري بكل معنى الكلمة، رونالدو الهداف، مودريتش الساحر، وراموس القائد. لكن بعد أسابيع قليلة من المجد ده كل حاجة انهارت. أول صدمة كانت رحيل رونالدو، والصدمة الأكبر كانت لما زيدان نفسه أعلن استقالته، مشي وهو على القمة. هيمنة ريال مدريد دي بتخلينا نسأل، هل ممكن نشوف فريق يعمل الإنجاز ده تاني؟